اليوم في حضور مراسم افتتاح السنة القضائية في 25/26. إن هذه المناسبة بقدر ما هي فرصة لعرض حصيلة السنة الماضية التي تلاها على مسامع كرسي رئيس المجلس، فإنها أيضا فرصة لاستعراض ما منتظر من قطاع العدالة من إجراءات لحماية الوطن والمواطن في إطار العمل المتواصل لتعزيز الإطار التشريعي الوطني وجعله يواكب التطورات التي عرفها المجتمع ولغرض تحسين في إطار العمل المتواصل لتعزيز الإطار التشريعي الوطني وجعله يواكب التطورات التي عرفها المجتمع ولغرض تحسين إدارة القضايا الجزائية برقمنة إجراءاتها بما يتضمن مواجهة الإجرام الخطير وحماية وتعزيز الحقوق والحريات. صدر القانون 25/14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وقد تضمن هذا القانون العديد من الإجراءات الجديدة، وقد أحدث تغييرات على إجراءات معمول بها سابقا، منها وضع ضوابط لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو تبديد أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، باستطلاع رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي، بالإضافة إلى استحداث إرجاء المتابعة الجزائية ضد الشخص المعنوي بجرائم الإهمال العمدي المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، واستحداث إجراء الإخطار الفوري أمام المحكمة والذي يشمل المثول الفوري والتلبس، وكذلك إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب كأحد طرق لإحالة القضية على المحكمة. هذا بالإضافة إلى وضع بدائل للمتابعة الجزائية على غرار إمكانية توجيه وكيل الجمهورية مباشرة أو عن طريق ضباط الشرطة القضائية تنبيها لمرتكب الجريمة لوضع حد للجريمة، أو تفويض وكيل الجمهورية أحد الوسطاء للقيام بالوساطة على أن يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده والتأشير عليه، وكذلك توسيع نطاق تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية لتشمل المدعين المدنيين والأطراف المدنية والمبلغين. وفي مجال السياسة العقابية تم استحداث قسم تطبيق العقوبات على مستوى المحكمة مقر المجلس وغرفة تطبيق العقوبات تختص بالفصل في تكييف العقوبات. إن النيابة العامة وباعتبارها ممثلة للحق العام تسهر دوما على تطبيق قوانين الجمهورية وتنفيذ السياسة الجزائية للدولة في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، سيما في تحريك الدعوى في جميع الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تخطر بها أو تصل إلى علمها. وفي هذا الصدد تجدد عزمها على مكافحة جميع الجرائم، سيما منها التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة واقتصادها، على غرار جرائم المضاربة في المواد الغذائية والتهريب، الفساد، تبييض الأموال، جرائم الصرف، الاعتداء على المواطنين والأملاك العمومية، وحرائق الغابات وحوادث المرور، والتي ستنفذ بالصرامة والنجاعة المطلوبين. إن الدولة ورغبة منها في تقديم خدمات مرفقية وقضائية ذات نوعية وعصرية، فإن عصرنة قطاع العدالة حظي باهتمام كبير من خلال إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني في الجهات القضائية العادية والإدارية، تسمح لهم ودفاعهم استخراج الأحكام